بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، صراحة أنا هاد المباشر ما كانش في النية ديالي نعملو. اللي كنت مخطط له هو حلقات ديال تاريخ المغرب القديم والمعاصر، ثم تليها تاريخ ديال الأمة الإسلامية، الفترة النبوية والخلفاء الراشدين والخلافة ديال بني أمية والخلافة العباسية، وحكم الصراع على اللي وقع، صراع المماليك، ثم استقدام العثمانيين، ثم إقامة الخلافة العثمانية، ثم انهزام ديال الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والثانية، وتكالب الشرق والغرب على الأمة وتمزيقها وتمزيق الأوصال ديالها، اللي وصلونا لهذا المستوى اللي حنا كنعيشوا فيه. فاحنا هذا الجيل هذا لما جينا لقينا واحد وضع غير مريح، وضع محزن. الدول العربية رغم أنها نالت استقلالها، لكن الاستقلال كان منقوص، ومعظمها تابع للنفوذ ديال المستعمر ديالها القديم. هذا هو المخطط. لكن صرخت احد المواطنين السودان لما دخل الدار ديالو، لقى الباب ديال الدار ديالو مهشم محطم، الممتلكات ديال الدار ديالو كامله مسروقه. صراخ ديال داك المواطن جعلني قلت ضروري نخرج واقول كلمه في الموضوع، لان ذلك احزنني. ظلم يقع على الناس. شكون اللي كيقوم بهذا الظلم؟ الذين يدعون انهم كيحميوا المواطن. والغريب هو ان لما نظرت الى الشأن السوداني حاليا، هذا الوضع الراهن وهذه الحرب الاهليه وهذا الصراع على الكرسي والصراع على السلطه، هو بالاحرى الصراع على ثروات البلاد، لقيته يشبه كثيرا ما كان يحصل في المغرب في القرن التاسع عشر. المغرب كان مقسم إلى قسمين: قسم سميتو بلاد المخزن، وقسم ثاني سميتو بلاد السيبة. وهاد الحلقة هذه أنا غادي نسميها بلاد المخزن السوداني، أن السودان مقسمة حاليا إلى قسمين: بلاد المخزن السوداني وبلاد السيبة السودانية كذلك. بلاد السيبة هي اللي فيها فاغنار، وفيها حفتار، وفيها حميتي، وفيها القبائل التي تنهب تفعل الأفاعيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبلاد المخزن بين قوسين ماشي شي تسمية غير دقيقة، لأن بلاد المخزن على الأقل بأن المخزن في المغرب كان يرث العرش أبا عن جد. أما هذا البرهان من الذي جاء به البشير. وهذا البرهان كان غوت بعدا، كان متقاعد. وشكون اللي حاله التقاعد؟ عمر البشير. علاش؟ لأن داير شي زبايل كحلة لا داعي لذكرها، وبحكم أنه كان جنرال وكان مفتش عند القوات المسلحة، وهو أحاله على التقاعد كعقوبة. ولما البشير وصل لحد اللحظة كان في مأزق سياسي، مشى عيط له قال له: أجي أنت سكيري تصلح لي. فجابوا داروا ذراع أيمن، وجاب حميدتي داروا ذراع أيسر باش يسحق الجنجويد، الناس ديال دارفور.
وماشي سحق غير الناس ديال دارفور هاد حميتي، سحق حتى الناس ديال الجنوب. علاش الناس ديال الجنوب حقدوا على السلطه المركزيه ديال عمر البشير؟ لان سحقهم، قتلهم تقتيلا، بالتالي اصروا على الاستقلال والانفصال. ماشي المآلات ديال السياسات العفويه اش كتأدي بينا. اذا ما معنى كلمه المخزن؟ كلمه المخزن هي اصل ديالها الخزينه. ومعنى الخزينه هي يعني الصندوق اللي كيديروا فيه الفلوس، كل شيء ثمين. وشكون اللي كيحرس داك الصندوق؟ الناس اللي كيحرسوا الصندوق سميتهم المخازنيه، هم الذين يجمعون الضرائب وغير ذلك. اما السيبه حيث يغيب القانون ويحضر قانون الغابه، قانون الأقوى، قانون الذي يملك السلاح. وهاد البلاد اللي كتكون فيها السيبة غالبا ما تحكم بالأحكام العرفية، أو الشيوخ أو الفقهاء أو الزوايا أو البلطجية، وسميهم كما بغيتي، كبيرهم. وغالبا ما كتكون بلاد السيبة بعيدة عن المتناول ديال المخزنية أو سلطة القصر أو السلطات المركزية. وهنا من هذه الأرض السيبة دخلوا الجواسيس وأيدوا الناس ديال اللي عايشين في أرض السيبة، قالوا انتم برافو لكم، انتم أحرار. فالبلاد اللي كيعيش فيها السيبة كيعيشوا فيها بعض الطفيليات. على سبيل المثال القائد أو الزعيم بوحمارة، هذا السيد هذا ما يعرف بثورة بوحمارة، أو الاسمية ديالو بندريس الجلالي من زمور. يمتى خولت له نفسه أن يقوم بالثورة ضد السلطان مولاي عبد العزيز؟ لما شاف السلطة المركزية ديال السي مولاي عبد العزيز ضعيفة، وأن هناك مجموعة ديال القلاقل في البلاد، وأنه ما استطاع أن يخمد مجموعة ديال الثورات ديال القبائل، فهو اغتنم فرصة. ما استطاع أن يقوم بهذه الثورة في حقبة ديال مولاي الحسن الأول، لأن مولاي الحسن الأول كان رجلا قويا، استطاع أن يقوم بتحديث الدولة وصناعة، قام بصناعة، دار مصانع الأسلحة فاس، واستطاع أن يكون واحد النظام ديال الجيش بطريقة عصرية نظامية. لكن بعد وفاة المولى الحسن الأول تولى المولى عبد العزيز. المولى عبد العزيز كان أصغر أبناء المولى الحسن الأول، وهذا بوحمارة كان مستشار في القصر ديال السلطان مولاي عبد العزيز. علاش كان مستشار؟ لأنه تلقى التكوين ديالو الأكاديمي العسكري في مدينة مونبولي هنا بفرنسا. وي كان خبير عسكري، فبالتالي القصر قربوا قالوا انت مستشار عسكري ديالي. فيقال انه اتهم بسرقة بعض المجوهرات ودخلوه السجن. فلما دخل السجن لاحظ ان احد ابناء السلطان مولاي الحسن الاول تا هو مسجون في السجن، مولاي سيدي محمد، واللي هو كان جدير بالحكم عوض خوه مولاي عبد العزيز. فبعد قضاء سنتين ديال السجن ديالو سرق الخاتم ولما خرج فر من مدينة فاس وراح إلى المنطقة الشرقية، وكان عنده شوية ديال القرآن شوية أحاديث، وكون زاوية ودار شيخ طريقة، وجاو عنده بزاف الناس، واعلنها ثورة ضد السلطان مولاي عبد العزيز، وقال لهم باننا هو السلطان مولاي محمد، انا ولد السلطان، انا هو الجدير بالحكم ديال المغرب، وبيعوني. بالتالي خدا البيعة. فاول معركة دارها ضد السلطان مولاي عبد العزيز
انتصر فيها، وبالتالي استطاع أن يجعل مدينة تازة عاصمة له، وعينوه أميرا. بعد ذلك احتل مدينة وجدة، وبعد ذلك مشى للشمال واستطاع أن يسيطر على الشمال. في هذيك اللحظة جات القوات الفرنسية والإسبانية، داروا مع اتفاقيات من أجل استغلال المناجم ديال الخيرات ديال البلاد، وعلى الخصوص المناجم ديال الحديد. عطيتكم هذا المثال هذا علاش؟ بلاد السيبة، هذا الشيء هذا اللي كيوقع في بلاد السيبة. الشيء الدولة المركزية ملي كتضعف كيجيو الضباع، حينما الأسد يمرض يأتي الضباع. فهذا الشيء اللي وقع في السودان، الدولة المركزية ضعيفة، جاو ضباع. شكون هما الضباع؟ حميدتي وخوه عبد الرحمن وهذا البرهان. هذا البرهان اللي جابو عمر البشير. هذا عمر البشير شكون اللي جابو بعد اصلا؟ جابو حسن الترابي. وهذا حسن الترابي داهية ورئيس حركة إسلامية، وجابو. ولكن من بعد لما استشعر بأنه قوي شبر حسن الترابي ودخلو الحبس. وماشي غير هيداك، مجموعة ديال الضباط اللي ساعدوه في الانقلاب ضد الصادق المهدي كاملين بهم علق لهم المشانق. هذا تاريخ هذا. فالتاريخ ديال السودان كامل وسخ في وسخ. لما كان بعد الاستقلال كان يعني زعامة معروف كان جعفر النميري. شكون اللي جعفر النميري لما دار الانقلاب اعدم اصدقاء ديالو كاملين اللي ساهموا في الانقلاب وانجاح الانقلاب، اعدمهم جميعا وانفرد بالحكم. جاء وزير الدفاع ديالو سوار الذهب ودار عليه انقلاب، وسلم السلطة للصادق المهدي اللي هو حزب الأمة ذو الأصول محافظة تقليدية. جاء حسن الترابي ودار انقلاب على الصادق المهدي اللي هو نسيبو. كيفاش نسيبو؟ الصادق المهدي كان رئيس الوزراء، المرأة ديالو خطو ديال حسن الترابي. وي دار انقلاب على نسيبو. التاريخ ديال السودان امتى شدت الاستقلال ديالها؟ عام 1956 مع الانجليز. وهاد الانجليز لقيت كيفاش القصه ديالهم. الانجليز قصه حريره، وهو ان نابليون لما دخل واستعمر مصر كانت هي والسودان دوله وحده. ان السودان كان سميتو اقليم السودان الجنوبي، كان عمره كان عنده استقلال. ففي الحروب اعطيني نعطيك فرنسا دوزت مصر، دوزتها الانجليز. وي اعطتها شعبا وارضا. الانجليز قالت لها هاك اعطيني ديك الارض الفلانيه اللي حدا كندا. الانجليز قالت لها وصافي خذي المنطقه ديال كيبيك واعطيني مصر. عطاتها الانجليز لما خرجوا الانجليز قسموا، اعترفوا بمصر الحاليه واعترفوا بالسودان. وي والقصه موراها جا حكم الاطفال اللي ماشي في المستوى ديال الحكم، وضيعوا جنوب السودان. جون غارونغ راه كان مستشار ديال عمر البشير. هذا جون غارونغ اللي اعلن رئيس كان جون غارونغ راه كان مستشار، وعمر البشير هو الذي ارسله الى جنوب السودان من اجل التشاور وايجاد حل مع الجنوبيين. عوض ما يدير هذه العمليه اللي صيفطوا من اجلها عمر البشير، مشى قال لهم راه الدوله هشه، طالبوا بالاستقلال ديالكم. فعلا حصلوا عليه بدعم دولي. الاستنتاج ديالنا هو حاليا، واش الحرب ممكن توقف؟ ابدا، عمرها توقف. علاش؟
لأن هناك ناس مستفيدين. ما هاد حميدتي وهاد البرهان هادو غير بيدق. واحد النهار غادي يصفيوها لهم، او لما تصفاوش غادي يجلبوهم من قبل المحكمة الدولية اللي كتتابع ضد الجرائم الإنسانية. وعلاش الحرب ما غاديش توقف؟ لأن كاين ناس مستفيدين، كاين تجار الحرب، تجار السلاح. وي السودان غنية بالثروات ديالها، فيها جميع أنواع الثروات المعدنية موجودة، فيها الذهب، الديامون، فيها الأحجار الكريمة، فيها البترول، فيها الغاز، فيها الثروة الحيوانية، فيها الثروة الزراعية. سلة الغذاء العربي هذه كانت كتسمى. وي من الأخطاء اللي ارتكب عمر البشير هو أعطى سلطة حماية الحدود لحميدتي، وحميدتي كان كيبيعوا يشري في البقار والسلاح والدياماند والذهب، حتى شي واحد ما يكونترولي. علاش؟ لأن الحدود الجمركية كان هو اللي كيسيطر عليها، ولدرجة أن عمر البشير عطاه واحد السكنة حدا القصر الجمهوري في الخرطوم. مجموعة أخطاء دار عمر البشير واستغل حميدتي داهية، رغم أنه كان تاجر إبل وكذا، ولكن إذن الحرب سوف لن تنتهي. سيدمرون السودان، سيدمرون الإنسان في السودان. السودان غادي ترجع سنوات ضوئية إلى الوراء في الأمية والجهل والفقر. البارح سمعت أنا نقابة الأطباء تستغيث، كتقول لك صافي حنا ما قدرناش نستقبلوا الناس الجرحى بالآلاف. بالأمس منتصف الليل شفت واحد هنا قناة هنا فرنسية، جثث في الشوارع مرمية مسيبة. شكون يهزوا؟ اش هذوك الناس اللي ميتين؟ شكون هذوك؟ ماشي مسلمين، ماشي سودانيين، ولكن على تسمية عدنان إبراهيم كان كيسميو الإنسان العربي ذباب بشري. نعم صدقت يا عدنان يا إبراهيم، ذباب بشري. نزيدكم الله بارك. نهار العيد حميدتي خطب في الناس إماما. خطب في الناس إماما. هذا حميدتي هذا اللي الناس ديالو كينهبوا ويسرقوا. من بين كلمة اللي قال لهم: يا شباب أبشركم بالنصر، أنتم تصنعون التاريخ. المجرمين كيفاش كيغيروا الوقائع. صدق ابن خلدون قال: حكم الطغاة مجلبة للغزاة. حكم الطغاة مجلبة للغزاة. إلى هنا نكتفي، وأقول إلى اللقاء إن أذن الله بالبقاء.